السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجة ما تغيير شوية، مش زي كل مرة. طبعا احنا في موسم الفراولة، انا كنت في السوق وطبعا لقيت الفراولة جميلة كده حلوة زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. هنعمل النهارده مربى الفراولة، هقول لكم طريقتها بالظبط وان شاء الله تطلع معاكم ناجحة جدا. انا طبعا عملتها كذا مرة قبل كده وطلعت معايا احسن من يعني ما تختلفش كتير عن بتاعة المحلات. هقول لكم بقى خطواتها هتعملوها ازاي، وخليكم معايا واحده واحده. دول 2 كيلو فراوله صافي. طبعا ما تكونش فيها واحده خضراء واحده بيضه، اي حاجه من دي هتخلي الفراوله بتاعتك تضرب معاكي، مش هتبقى حلوه. فاحنا دلوقتي دول 2 كيلو فراوله صافي هنقطعهم قطع صغيره، وعلى كل كيلو فراوله هنحط نص كيلو سكر. يعني دول 2 كيلو فراوله هنحط عليهم كيلو سكر بس بعد ما نقطعها صغير خالص. بصوا حبايبي كده خلاص انا قطعت الفراوله قطع صغيره. طبعا انا قبل ما اقطعها كنت غسلها كويس جدا ومصفياها عشان طبعا بتبقى فيها رمله، فانا غسلتها كويس جدا وتاكدت كويس انها ما فيهاش اي حاجه ونضيفه معانا. قطعناها كده مكعبات صغيره، هنحط عليها كيلو سكر وهنقلبهم كويس مع بعض. انا بفضل بقى انا كده بعملها ايه، حطيت السكر خلاص على الفراوله، هبيتها ليله في التلاجة. السكر يدوب مع الفراوله عشان تنزل ميتها، وبالميه دي هتبقى الفراوله بتاعتنا المربى بتاعتنا جميله جدا. انا مش بحب احط السكر مباشره على الفراوله واحطها على النار، لا، الطريقه الصح ان احنا هنحط السكر على الفراوله وهنبيتها ليله في التلاجة، وتاني يوم نعملها تكون نزلت ميتها والسكر داب معاها. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله. الفراوله بتاعتي بعد ما بيتها يوم في التلاجة نزلت الميه بتاعتها بقى كده لوحديها. هنحطها بقى على النار وهنحط عليها 4 معالق كبار ليمون. الكيلو فراوله عليه معلقتين كبار من الليمون، طبعا دول 2 كيلو هنحط عليهم 4 معالق ليمون. كده انا حطيت الفراوله على النار، هنحط عليها الليمون وهنسيبها بقى لما تغلي خالص بقى تستوي مع بعضها. كده الفراوله مش محتاجه ميه خالص، هي كده هتستوي منها فيها. لو هتحط السكر على الفراوله وتحطها على النار على طول في ساعتها على طول هتحتاج ان انت تحطي كوبايه ميه. هي كده مش هتحتاج ميه خالص. اما تستوي بقى هوريها لكم في الفينش بتاعها عامله ازاي. عايزه بقى اقول لكم خطوه مهمه جدا. الفراوله وهي على النار الرغاوي البيضه دي تشيليها كده اول باول، يعني كل ما تلاقيها بتطلع رغاوي بيضه كده هتشيليها بس كده. كل مدى كده تشيل الرغاوه بتاع البيضه اللي هي بتطلعها. بصوا حبايبي الفراوله بتاعتي خلاص جاهزه معانا. انا عبيتها في البرطمانات وسبت شويه للتقديم زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله جميله. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. بتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل اشتراك في القناه. النهارده عملنا مربى فراوله ما شاء الله جميله جدا. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.